تطورات جديدة في النصر بعد رئاسة ماجد الجمعان للإدارة التنفيذية. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي عن آخر التطورات في نادي النصر بعد تولي ماجد الجمعان منصب الرئيس التنفيذي للشركة. الربحية مع اتجاه الإيطالي جويدو فينغا للعمل كمستشار إداري للنادي، فضلاً عن رئاسة عبد الله الماجد للمؤسسة غير الربحية. جماهير النصر باتت تطالب بالمنافسة على دوري النخبة الآسيوية هذا الموسم بعد الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16، فضلاً عن الابتعاد بفارق 11 نقطة عن الاتحاد متصدر دوري روشن السعودي. فيما ضمن الأصفر مقعداً في ثمن نهائي أبطال آسيا قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري، حيث يأتي في المركز الثالث بمجموعة الغرب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات. وقال العنزي عبر برنامج دورينا غير إن قدوم ماجد الجمعان لاستلام الرئاسة التنفيذية حمس عدداً كبيراً من الشخصيات المصراوية الذين يرغبون في تقديم الدعم المالي، وأولهم الأمير خالد بن فهد الرمز النصراوي. كما استشهد العنزي برسالة إبراهيم المهيدب رئيس مؤسسة النصر السابق التي أعلن خلالها عن دعمه الكامل للجمعان مالياً ومعنوياً. وتحدث العنزي بشأن أولى خطوات النصر في فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت الأربعاء في دوري روشن السعودي، مؤكداً بأن الإدارة تستهدف أكثر من عنصر محلي في مركز الظهير الأيسر، وكذلك في قلب الدفاع والمحور والجناح، فيما أكد أن البرازيلي أنديرسون تاليسكا لم يحسم قراره حتى الآن بشأن البقاء أو الرحيل بعد مفاوضات فينربخش التركي، ورغم أن الإدارة كانت ترغب في عدم استمراره، ولكن هناك تغييرات في الإدارة ولا يزال الوقت متسعاً لحسم القرار النهائي، خاصة وأن فترة الانتقالات في الدوري التركي ستنطلق في 12 يناير الجاري. وأشاد العنزي بالمجهود الكبير الذي يقدمه عبد الله الماجد منذ توليه رئاسة المؤسسة غير الربحية خلفاً لإبراهيم المهيدب، قائلاً إن العمل داخل النصر يشهد لمسات كثيرة ليس في الفريق الأول فقط، وستتضح الرؤية أكثر بشأن ذلك الأمر مع الوقت، خاصة وأن الجماهير تريد رؤية ذلك في قلب الملعب. في خبر آخر، رد عبد الملك الجابر النجم السعودي المحترف في صفوف نادي زيليزنيكار البوسني على الأخبار المتداولة حول انتقاله إلى نادي النصر بنهاية الموسم الحالي. وكان الجابر قد تواجد في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من أجل إتمام التعاقد مع نادي النصر، ولكنه عاد إلى فريقه مع أخبار أشارت إلى فشل إتمام صفقة انتقاله للعالمي. وقال الجابر خلال تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: استفدت كثيراً من احترافي، وفي البداية كان الأمر صعب، ولكنني تغلبت على هذا الأمر. وأضاف: احتراف سعود عبد الحميد ومروان الصحفي وفيصل الغامدي أسعدني كثيراً، وأشعرني بأن عددنا كلاعبين سعوديين محترفين في زيادة بأوروبا. وعن المنتخب السعودي قال الجابر: أتمنى التوفيق للمنتخب دائماً، وأتمنى أن أتواجد معه خلال الفترة المقبلة. وبعد سؤاله عن الانتقال إلى النصر أو العودة لدوري روشن، رد عبد الملك: لا أريد الرد على إمكانية العودة إلى دوري روشن السعودي أو الانتقال إلى نادي النصر. دائماً مع أخبار النصر. أعلن نادي النصر عن أول الراحلين بشكل رسمي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في بداية الميركاتو الحالي إلى الدوري الفرنسي. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة أكس للتواصل الاجتماعي تغريدة يعلن خلالها عن انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا إلى صفوف نادي رينا الفرنسي. وعلق النصر قائلاً: أتمت شركة نادي النصر إجراءات بيع عقد اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لنادي رينا الفرنسي، مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع العالمي، ومتمنين له التوفيق. جاء ذلك
ليكون فوفانا أول الراحلين عن صفوف النصر في شتاء 2025. وسط الأخبار التي تؤكد على رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا هو الآخر عن صفوف الفريق. وكان فوفانا قد انضم إلى النصر في صيف 2023 قادما من نادي لانس الفرنسي، لتتم إعارته إلى الاتفاق في شتاء 2024 قبل أن يتم قطع إعارته لبيع عقده إلى رين. في خبر آخر، أكد هنريك مختاريان نجم وسط انتر أنه يتابع دوري روشن السعودي، رافضاً غلق الباب تماماً في وجه الانتقال إليه مستقبلاً. صاحب 35 عاماً سبق أن ارتبط بالانتقال إلى السعودية، لكن لم تنتهي المفاوضات بنجاح لرغبته الاستمرار مع فريقه في أوروبا. وقد أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السوبر الإيطالي الذي سيقام في السعودية أمام أتالانتا أن تركيزه حالياً مع انتر، والحديث عن مستقبله مؤجل لنهاية الموسم. وأضاف: أتابع الدوري السعودي، لكن ليس كثيراً، لدي العديد من زملائي السابقين يلعبون هنا. شاهدت مباراة النصر والهلال. لدي عقداً مع انتر، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، لكن حالياً لا أفكر سوى بالإنتر وتركيزي كاملاً عليه. إنتر سيواجه أتالانتا في نصف نهائي السوبر الإيطالي، وسيلعب الفائز منهما المباراة النهائية أمام المتأهل من ميلان ويوفنتوس. يشار إلى أن النجم الأرميني انضم إلى انتر قادماً من روما صيف 2022، ويرتبط معه بعقد ينتهي صيف 2026. ويستعد نادي النصر لملاقاة الأخدود يوم 9 يناير الجاري ضمن الجولة 14 من دوري روشن على ملعب الأول برك في الرياض. تأتي هذه المباراة بعد انتهاء فترة التوقف المرتبطة بكأس الخليج العربي، حيث يسعى النصر لتحسين وضعيته في جدول الدوري بعد جمعه 25 نقطة من 13 مباراة، مما وضعه في المركز الرابع. كما تعتبر هذه المواجهة فرصة ذهبية للعالمي لتعزيز مركزه والعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة. الفريق يحتاج إلى تحقيق انتصارات متتالية في النصف الثاني من الموسم لتعويض النقاط المفقودة، خاصة مع وجود تحديات قوية في المباريات القادمة. فهل سيتمكن النصر من تحقيق الفوز واستعادة توازنه في الدوري؟